السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب ميرو؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير. فيديو جديد. وانت فين بقى ياللي لسه بتشتكي ان السمك بيطلع معاكي طري او بيطلع معاكي ني من جوه، او الزيت بتاعك بيتحرق بسرعة وبتضطر ترميه وهو الزيت غالي جدا زي ما كلنا عارفين. تعالوا النهارده في الفيديو ده نشوف طريقة حلوة جدا جديدة للسمك، تلحيسة كده. والله هي اسمها تلحيسة، ده مش اختراعي، ده انا شفتها وبعملها لكم. حاجة كده خلطة هنعمل بيها نغمس السمك في قلبيها قبل ما ننزل بيه في الزيت، تخلي لك السمك بصي دجاج كنتاكي مش سمك، كفر خارجي مقرمش وتحفة وطري وجوسي من جوه وجميل جدا. حطوا لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا يشترك وينورني. وهشرح واقول بس صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام. احلى حته سمكه تاكليها في حياتك وهتندمي انك ما عرفتيش الطريقه دي من قبل كده. بصوا معايا هنا، انا كنت شاريه سمك بولتي بس كان الحقيقه حوت مش سمكيه. كانت السمكتين دول كانوا تقريبا عاملين كيلو ونص، كانوا كبار جدا. فانا فضلت ان انا اقسمها نصين، اولا عشان تستوي، ثانيا لان ما حدش ابدا من الولاد هيقدر يكمل السمكيه الكبيره دي. قسمتهم نصين كده وتبلتهم التتبيله العاديه عادي، كمون وليمون وفلفل وتوم والتتبيله العاديه بتاعت السمك اللي عملناها مليون مره مع بعض. خلاص، احنا دلوقتي الهدف من الفيديو ده التلحيسه او الخلطه الجديده اللي هنقلي بيها السمك غير المعتاد. حطيت في البوله دي كوبايه من الدقيق وعليهم 3 كوبايات من 3 معالق من النشا. كوبايه دقيق، 3 معالق من النشا. والخلطه دي هبهرها ملح فلفل كمون شطه، معلقه كبيره من الكركم. الكركم هيديها لون جميل جدا، وهيدي كمان للسمكيه لون وشكل جميل غير المعتاد. خلاص، يبقى حطينا ملح وفلفل كمون كزبره شطه، معلقه كبيره كركم، على النشا والدقيق، وهنقلب الخلطه دي. معايا بقى هنا من كوبايه لكوبايه ونص من الميه. هتضيفي ميه للخليط ده وتفضلي تقلبي لغايه ما يبقى معاكي قوامه عامل زي قوام كده ايه البانكيك. تمام، لا تقيله الخليط ده ولا خفيفه. شفتي التتبيله او الخلطه اللي بتعمليها للكرنبيط شبهها، بس ايه يعني هتشوفي الوقت القوام في الاخر، لا تقيله ولا خفيفه. يبقى عرفتي الاضافات اللي حطيناها للخلطه دي، او بيسموها تلحيسه. ليه تلحيسه؟ لان احنا بنلحس فيها السمك قبل ما ننزله في الزيت، وحقيقي والله اختراع لازم تجربوه. دقت الملح بتاعي لقيتها كويسه، هجيب الزيت قدامكم وهوريكم الزيت عامل ازاي. قبل ما ننزل السمكيه بتاعتنا في التلحيسه اللي عملناها لها دي، نديها عادي جدا الدقيق بتاعها. حاطه في البايركس ده دقيق ومبهراه عادي برده ملح وكمون وفلفل وكده. هنزل الاول ابدرها بالدقيق وانفض منها الدقيق، بعدين انزلها في الخلطه دي. خلاص، تاخديها تنزلي منها الخلطه كده على بسيط كده، وبعدين والنار بتاعتك عاليه تقومي نازله بقطعه السمك بتاعتك في قلب الزيت. بصوا، احنا لما كنا بنعمل الطريقه القديمه يا جماعه وننزل بيه نبدر السمك بتاعنا بالدقيق وننزل بيه في الزيت، كان الدقيق بيتحرق ممكن من اول او من تاني طاسه سمك. خلاص، متفقين كلنا ان الدقيق كان بينزل وبيحرق وبيدخن. اقسم بالله اقسم بالله العظيم، اول مره اقلي سمك والمطبخ ما يدخن نقطه دخان كده. التلحيسه اللي بننزل فيها السمك دي بعد ما تبدره بتغلف السمكيه من بره، بتديها كفر تحفه. ده غير ان هي مش بتحرق، بتحافظ لك على الزيت زي ما هو، يعني تقدري تقلي فيه سمك مره واثنين وثلاثه كمان بعد القليه دي. بصوا توفير التوفير، انا لما شفت الفيديو ده ولما جربت الطريقه بصراحه اعتمدتها، قلت مش هقلي السمك بعد كده الا بالمنظر ده. السمك بينزل على نار عاليه في الاول، وبعدين بتهدي النار تخليها متوسطه مش واطيه، متوسطه عشان يستوي من جوه. طبعا لما بتكون سمكيه كبيره جنبه زي السمك اللي معايا ده البولتي ده، بتديها شقوق بالسكينه كده من البطن ومن الظهر، علشان اولا تشرب من التتبيله بتاعتها، ثانيا علشان تستوي معاكي من جوه، ما تفتحيهاش بعد القلي تلاقيها نيه. تمام، اتحمروا هم من الناحيتين، رحت موقفاهم على سيفهم كده، لان ما شاء الله السمكيه بتاعتي مبطرخه وملحمه مليانه لحم كده وتخينه، فانا كنت حريصه ان كل مكان فيها يبقى ايه مستوي. ما تطلعيش بقى الا الحاجه اللي عايزه تحمريها وتفضل مقرمشه. انا طلعتها في مصفى سلك كده علشان تفضل محتفظه بالقرمشه بتاعتها، والطريقه دي ما بتشربش زيت نهائي. هنزل بالقطعتين التانيين كمان نفس الطريقه، ابدر بدقيق وبعدين انزل في التلحيسه واطلع، وهتشوفوا دلوقتي معايا السمك من
من جوه مستوي ومش شارب زيت نهائي ومقرمش. الكفر الخارجي لون وشكل وكل حاجه، يعني طريقه تشرف حتى في التقديم. ده غير بقى ان احنا بنعمل كل الهدف من اللي احنا بنعمله ده توفير في الزيت. احنا مش عايزين الزيت بتاعنا يتحرق ونخسره، وبعد كل طبعا مره بتقلي فيها سمك لازم كنا نرمي كلنا طاسه الزيت، طبعا سخنه مولعه. انا شقتها كده شقه هوريها لكم، خدتها على الرخامه كده وبشوكه وسكينه عشان اوريها لكم من جوه قد ايه مستويه، رغم ان السمكيه كبيره. يعني انت لو معاكي سمك بولتي او مكرونه او اي نوع من انواع الاسماك حجمه متوسط او صغير عن اللي معايا انا ده، هيكون معاكي هيستوي يعني في منت، هتشمي النار يستوي. لكن بالرغم ان السمك اللي معايا ده كان حجمه كبير جنبه، بس استوى وبقى زي الفل. بصوا الجمال. طبعا لو انا مش ممنتجه الفيديو، لو الفيديو على صوته هتسمعوا صوت القرمشه، هو واضح من الكفر الخارجي. الكفر الخارجي ده انا كلته قبل السمك، قبل لحم السمك، من جماله ومن جمال طعمه. طبعا التلحيسه اللي عملناها او الخلطه دي اللي هو الدقيق والمكونات اللي حطيناها عليه طعمها جميل جدا. عايزه اقول لكم كريسبي، وناس ستات كتير جدا حقيقي، وكنت انا اولكم بشتكي من السمك البلطي بالذات ان هو بيطرى مني بعد القلي. ده هيبقى مقرمش وطريقه تقديم حلوه ولونه تحفه. والزيت بتاعي اهم حاجه في الموضوع كله، ان الزيت بتاعي ما اتحرقش. اقسم بالله الزيت بتاعي زي ما هو، هاخده بس كده انقله في طاسه تانية واعمل فيه مثلا قليه سمك تانية. لو هقلي هجيب مثلا الاسبوع ده سمك تاني، يبقى انا احتفظت بالزيت بتاعي. ده غير ان مفيش دخان خالص، دخن في المطبخ ولا اي حاجه خالص. فبسم الله ما شاء الله. انا كنت عامله جنبيه رز صياديه وسلطه خضراء، وكنت عامله كمان صينيه سمك ماكريل كده، طاجن ماكريل بالكرفس والبصل والطماطم وكده. وانا عملت معاكم الطريقتين دول كتير، فما حبيتش الحقيقه اطول الفيديو عليكم يعني باكله انا قبل كده عملتها كذا مره في القناه، وما حبيتش يعني اتقل عليكم. انا كل هدفي من الفيديو اوريكم طريقه التلحيسه الجديده دي لاي نوع سمك انت عايزه تقليه. بتمنى طبعا من كل قلب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. لو وصلتوا لغايه هنا في الدقيقه دي، من فضلكم ما تبخلوش عليا باللايك، ولو عجبكم الفيديو شيروه. سلام عليكم، باي باي.